you have والتصريف التالت للفعل. طب يا مس سارة، هو احنا مش اخدين قبل كده ان have وهاز معناهم يملك او لديه؟ فعلا معناهم كده، لكن ايه اللي يفرق ما بين دي وما بين دي؟ ان انا عندي هنا هاز وهاف مش جايه لوحدها، ده هاف وهاز جايين بعدهم تصريف تالت للفعل، فبقى ده مضارع تام. لما يجي شكلها هاز التصريف التالت للفعل وهاف التصريف التالت للفعل، يبقى دي بشكل المضارع التام، وهنا ما بيبقاش معناها لديه او يملك، بتبقى جايه ملهاش معنى اصلا، جايه معناه الفاعل اللي جاي وراها التصريف التالت بتاعه، معنى الفعل ده، لكن هي مبيبقاش لها معنى في الجمله. تعالوا نشوف في المثال عشان نفهم اكتر. we have traveled، يبقى احنا ايه؟ لدينا؟ لا ملهاش، لان هنا have بعدها التصريف التالت للفعل بتاع travel، بس هنا ما هوش شاذ بيتضاف له اي دي بس، فهنا بقت ايه؟ we have traveled to many cities around the world، يبقى احنا ايه؟ سافرنا للعديد من المدن حول العالم.